مساء الورد. الحين راح اسوي معاكم مسخن. انا مسويته على قناتي بطريقة، واليوم بسويه بطريقة ثانية. تابعوني بعد شوي ان شاء الله. راح ابلش معاكم. طبعا انا اشتري الخبز هذا من مخبز بحولي، هذا يسمونه خبز طابون. هذا مخصوص حق المسخن. الخبز سميك 5 حبات خبز بدينار يبيعهم. اسمه هو البلد، موجود بحولي. انا كنت قايلت لكم عنه من قبل. راح نقصصهم الحين صغار، او تقدرون تخلونها كاملة حق المسخن. هني جهزت مكوناتي. عندي دياية غسلتها ونظفتها وكل شي جاهزة معاي. عندي خبز اللي راويتكم اياه قبل شوي. طبعا براويكم الخبزة شلون تبارك الله كبيرة. هي تكون بهذا الشكل، وايد ما شاء الله كبيرة. أنا قصصتها طبعا، واحد فيهم قصصته 8، واحد قصصته 4 كذي. ممكن تخلونها كاملة أو الأصغر، انتو اللي انتو حابينه. سويت بصل وايد، طبعا المسخن يحب البصل. وعندي البهار، فلفل أسود وبهار مشكل وكمون وبهار دياي، بس هذا هو. وعندي طبعا سماق وزيت زيتون وزيت نباتي، أنا أمكسهم مع بعض. طبعا شغلت الفرن على 300، الفرن العادي 200 أو 250. حطيت البصل بالصينية، والبصل والدياي، وراح أحط بهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. راح أحط بسم الله زيت زيتون، نفس ما قلنا هو يحب زيت الزيتون المسخن. بسم الله. راح أحط كمية، ما راح أحط ماي. ونفس ما قلت أنا أحب أمكس زيت الزيتون مع زيت نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. راح أحط شوية سماق وشوية ملح. بعد ما أجهز كل مكوناتي راح أحط بسم الله الملح، والملح اختياري. وراح أحرك كل الخليط مع بعض. راح أحطهم طبعا بالفرن. هذه الطريقة أسهل من الأولى للي حاب يسوي مسخن سريع. نخلطهم كذا مع بعض. راح أحط لهم ورق زبدة، ورق قصدير، وعلى الفرن. طبعا راح أحط ورق الزبدة قدامكم. ما في ماي، ما حطيت ماي ولا أي شيء، بس بحط ورق الزبدة بليته ماي. أحطه معاكم وبعدين أقصدرها وعلى الفرن. راح أخليه بالفرن 1 ساعة إلا ربع على الوسط. هني شلت الدياي، خلص البصل المسخن مالنا. شلت الدياي حطيته هني علشان أبي أحمره بالفرن. حطيتهم هني. راح أحط عليهم سماق. بسم الله. على الوجهين طبعا، كل ما يتحمر وجه أحط سماق على الوجه الثاني، وأحمر الوجه الثاني كذي، وعلى الفرن. تابعوني للنهاية. الحين راح أجهز معاكم المسخن. نحط كذي الخبز بالزيت مال المسخن، نحطه بالصينية. ما نحط وايد زيت لأنه هو مع البصل وكذي راح ينزل هم عليه زيت. نحطهم كلهم كذي بالصينية. راح أحط شوية بصل عليهم، أوزع البصل كذي. طبعا أنا حاطة دياي بالفرن. أوزع البصل. هذه الطريقة وايد سهلة، نفس لما نسويها بالجدر، نفس الطريقة اللي أنا كنت مسويتها معاكم، لكن هذه أسرع. بعدين أحط سماق. بسم الله الرحمن الرحيم. الكمية اللي انتو تبونها بالبصل، بالسماق، بالمكسرات،
طبعا انا احط مكسرات على الطبقة اللي تحت، مو كله فوق. نقدر نحط بعد شوية سماق على الأطراف كذي. بعد ما حطيت المكسرات هم أحط هذه اللي أكبر، هذول أصغر اللي أول كنت حاطيتهم، راويتكم بالبداية شلون أحطهم كذي. بسم الله، وأحطها فوق كذي. أحط الثانية. طبعا كله كذي طبقات نسويهم. طبعا تقدرون تاكلونه كذي من غير ما تحطونه بالفرن، وتقدرون تحمرونه بالفرن شوية. وهم احط البصل والسماق والمكسرات وكذي يكون خالص. بعد ما جهزت الطبقة الثانية وحطيت عليها البصل، هم احط سماق. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كله كذي واحط عليهم المكسرات وكذي يكون مسخن خلص. ما شاء الله الريحة. الدياي قاعد يتحمر بالفرن. بحط هذول شوية بالفرن. طبعا المسخن اذا تبوا تاكلونه خلوا شوية يهدى، يعني كذي 10 دقايق وتاكلونه، او اذا طلع من الفرن هم نفس الشيء 10 دقايق وتاكلونه. بس كذي بدخل الفرن شوي. ممكن دخل الفرن قبل المكسرات وممكن بعد. هني بدخل الفرن شوية تحت مو فوق. الشواية شغالة علشان الدياي قاعد يتحمر شوية. ابي اخذ سخونة من الفرن. مسخنا صار جاهز. تبارك الله ما شاء الله. شوف ايش حالاته، ريحته تجنن. وايد وايد لذيذ المسخن، حلو، لازم تجربونه. سريع وما اخذ وقت. تاكلون معاه طبعا تغليف عشان لا يصير لكم حارج الزيت. روب او اللي هو زبادي او روب وخيار. علينا وعليكم بألف ألف عافية.